الغزالات ديالي لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده، وهذا الفيديو خارج لي ماسكو كيف ما كتعرفوا. هذه عراضه معروضه هذا النهار العشاء على برا مع الاصدقاء ديالي، وقلت علاش ما نوجدش راسي معكم وتشوفوا تعاونوني شنو غنلبس وشنو غادي ندير، تكونوا معايا في كل خطوه من الخطوات اللي غادي ندير اليوم. اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نبدل لا كولور ديال الشعر ديالي، وغادي ندير هاد لا مارك ديال لوريال الرقم ديالها 7، واللي هاد الحقيقه اول مره ندير هاد لا كولور، وما عرفتش كيفاش غادي تجي، مي غتخرج ماو على حسب لون شعري، غتخرج معروفه ما غتخرجش هاد اللون، انا متاكده 10,000%. المهم اللي عارفين راه كلكم كتعرفوا لوريال. المهم هذه وهذه هذه كنخويها هنايا وكنخلطها. في الاول قبل ما ندير الصباغه نابليكي على شعري، غادي ندير هذا السيروم اللي كنحمي به الشعر ديالي. هذا هو الاول كنديرو على شعري ناشف، وعاد ندير لا كولور. من بعد مني تدوز نص ساعه ولا كيف ما حاطين لينا، غادي نغسل شعري بشامبو عادي وندير هاد الماسك، ماسك ديال الشعر. وهاد الكرتونه فيها حتى ليغون باش نحمي يديا وهاد اللعيبه اللي باش ندير في شعري. المهم غادي نمشط شعري ونطلقو ونحيد هادشي ونبدل لا شوميز ونرجع معاكم. ابليكيت هاد السيروم على شعري كامل حتى لاخر نقطه، واخا باقا عامره باقي فيها واحد شويه. المهم ابليكيتها كامله، درتها على شعري كامل، راه كفاتني واخا شعري طويل شويه ماشي بزاف. ابليكيتها كتشوفوا بحال الفازكره، هذاك السيروم اللي درت هو اللي دار ليا شعري بحال هكا. المهم دابا كناخذوا هاد القرعه نزيدو فيها هذه لا كولور. تحتها هذه وكنخويها المهم هذا الخويا ورجع معكم. خصني نخدم بجوج ايد. هاي من بعد كنخلطها مزيان، كنخلطها مزيان خويتها كامله. المهم قبل ما ديروا لا كولور وتابليكيو على الشعر ديالكم، خصكم ضروري ما ديروا شي كريم ولا ديروا فازلين على هاد البلايص باش ما تشدش لكم لا كولور في الشعر ديالكم. انا غادي نابليكي، حيت كلشي كيعرف يابليكي الصباغه على الشعر ونرجع معاكم. هيا ابليكيت على شعري وخنخليها نص ساعه، وخلطت الماسك ديال سكين جبير راكي في الفلاشين اللي كاين، وغادي نابليكي على وجهي. خص وجهي يكون نقي، غسلوه بالصابون الا غسلته، واخا حرقات ند الصباغه في عينيا بكيت بالدموع كتحرق، فيها الريحه مجهده قويه. المهم غنكمل نابليكي كله على وجهي ونرجع معكم. هيا من بعد ما ابليكيتو على وجهي، انا دايره الفولار على حساب الكاميرا، وما كنت درت تيشورت قصير على حساب الصباغه ما تشدش فيه. المهم درت ابليكيتو على وجهي. اللي غادي يقول لك علاش ما درتيش عنقك، انا غندخل ندير الحنه والجسم وداكشي، علاش بلا ما ندير العنق غادي ندير الحنه، وغادي نخليو نص ساعه. دابا 4:30، غادي نخليو نص ساعه حتى ل5 ونمشي نغسلو ونتلاقاو من بعد. ملي نبغي نغسلو غادي نجي نقول لكم انا غادي نمشي نغسلو. حبيبات ديالي انا دابا وصلت نص ساعه كملات، غادي نمشي نغسل وجهي ونغسل شعري ونشوف كيفاش خرجت، ونتلاقاو من بعد باش نكملو. سلامه بنات. انا رجعت من جديد. ها هو لون الشعر من بعد ما غسلته، نشفتو غير شويه وسرحتو غير شويه، وغادي نعاود نسرحو مازال. المهم هذا هو اللون اللي خرج ليا كما كتشوفوا. المهم غادي نكمل، غادي ندير واحد المكياج غير خفيف، وانا ما كنعرفش نماكي ونصور بالكاميرا، مازال ما ولفتش. المهم غادي ندير مكياج خفيف ونرجع معكم باش تشوفوا اللبس اللي غادي نلبس.
من الشعر كيف ما خرج. درت ماكياج سامبل شويه واخا الوجه قوي شويه. اختاريت هاد السولي التصنيديله المهم ديال اللبسه. المهم الا عجباتكم خليو لي لايك وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديده. السلام عليكم.